بس ان هي توصل وتحقق الحلم ويوصلوا للدوري الممتاز. بس انا ببلغك من هنا ان ما فيش اي حقوق لاي لعيب متاخره، ده على مسؤوليتي الخاصه وسيد مجلس الاداره اللي هو بيبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك. احنا ما عندناش حاجه متاخره. الطموح اللي عندكم الصعود للترقي، يبقى حققتوا انجاز مماثل للعهد السابق ولا الدوري الممتاز هدف رئيسي بالنسبه لمجلس الاداره؟ هو من ضمن الخطه على مراحل. الخطه الاولى هي الصعود، وان شاء الله نحن صعدنا لنبقى وليس لننزل. يعني الصعود للترقي ثم للدوري الممتاز، ثم ترقي ثم للدوري الممتاز ان شاء الله. اللقطه دي يعني احلى لقطه الاسبوع اللقطه دي، ان اللعيب اللي جاب جول جري على المصور، خد منه الكاميرا يصور نفسه سيلفي هو اللعيبه، او المصور جري وراهم في الحب، في حب شباب مع بعض. هو ده المركز الاعلامي. حوده نطمع فيها تاني يا حوده، معلش محمود مخرجنا الجميل، نرجع ونبدا فيها حوده فيها تاني. نطمع فيها. المصور الولد شاب رجلي وراهم فرح، الروح دي تخلي اي حد يبقى سعيد. الروح دي عجيبه. الروح الموجوده في المريخ دي في بدايه الموسم فقط ولا مستمره حتى مع تراجع النتائج؟ دي اللقطه. بص خد اللقطه، اداله الكاميرا اول حاجه، وبعدين مشي يا محمود، مشي هو. بص بقى المصور هيعمل ايه؟ المصور الولد الشاب الصغير ده هيعمل ايه؟ ماشي يا حوده. بص ده مين ده يا ايمن هيقول لنا مين؟ بص احمد عبد الرازق جري وراهم وتصور معاهم شباب مع بعض. لا الروح لذيذه. احمد عبد الرازق، هشام البطوط. شكرا. والمصور اللي راح يتصور ده اسمه عمر خليل، بنحييه على الروح اللي هو عملها. بشكرك محمود وبشكر اداله الكاميرا يعني مش موبايل، لا مش قال له حاسب انا. يعني ان شاء الله بنتمنى العوده السريعه للمريخ باذن الله، للترقي ثم للدوري الممتاز، زي امنيه زي باقي كل الفرق اللي وده طموح مشروع لكل الفرق اللي بتنافس، انها مش بتلعب لمجرد اللعب، احنا بنلعب عشان ننافس ثم نصعد ثم نبقى ان شاء الله.